مرحبا، كيفكن غوالي؟ إن شاء الله تكونوا مناح وبصحة منيحة يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض سابليه سادة وبالكاكاو. وهلأ رح نروح للمقادير سوا. أنا عندي 500 جرام زبدة صفراء، وعندي 250 جرام سكر بودرة، وعندي كمان كيلو طحين للحلويات، وفي عندي ربع معلقة ملح صغيرة، وبرش ليموني حامضة، ومعلقة فانيليا، و3 معالق كاكاو، وربع أو 3/4 كوب زيت نباتي. وهلأ رح نروح لطريقة التحضير سوا. أول شي رح ننخل الطحين مثل ما شايفين بهالطريقة هاي، وضروري ننخل الطحين حتى نتخلص من أي شوائب أو تكتلات بتكون فيه. ودائما يعني دائما الطحين حتى ناخد أحسن نتيجة لازم ننخله، سواء بالمعجنات أو بالحلويات ضروري ننخل الطحين. وهلأ بس نخلنا الطحين حننخل السكر البودرة كمان لنفس السبب، كمان إنه نتخلص من الشوائب اللي فيه أو التكتلات. وهلأ بس خلصنا نخل بهالطريقة هاي، حنضيف بقية المكونات: الملح والفانيليا، وكمان برش الليمون الحامضة. الليمون أكيد ما راح يعطي مرار لما بنكون إحنا باشرينه بدون المادة اللي بدون الأبيض اللي تحت اللون مباشرة، ما راح يعطينا مرار. إنما إذا بشرناها بقوة للحامضة راح تعطينا مرار. فما تخافوا، سواء كانت صفرة أو خضرة الليموني ما راح تعطي هديك الطعم المر. وهلأ راح نخلطهم سوا مثل ما شايفين بهالطريقة هاي. وراح نضيف بعد منها الزبدة. طبعا الزبدة لازم تكون عندنا بحرارة الغرفة، ضروري يعني ما لازم تكون باردة أبدا حتى يسهل علينا الشغل. مثل ما شايفين بهالطريقة هاي. رح مثل ما شايفين ما رح نعجن، رح هيك نحاول إنه نفركن فرك بهالطريقة هاي. ورح نضيف هلأ الزيت. أنا رح أخلي شوي من الزيت، ما رح أضيفهم كلهم مثل ما شايفين بهالطريقة هاي. وراح نتابع فرك حتى نغلف الطحين كله بالزبدة والزيت اللي حطيناهم. هلأ بس خلصنا رح ناخد تقريبا تلت الكمية حتى نضيف عليها كاكاو. كمان الكاكاو رح ننخله مثل ما شايفين. هلأ بس نخلناهن حنضيف بقية الزيت اللي خليته، كمية الزيت تقريبا 30 ملي يعني، رح نضيفهم معاهم بهالطريقة هاي. وكمان نخلطهم مع بعض. مثل ما شايفين بدون عجن. وهلأ بس خلصت معنا مثل ما شايفين. آه رح أقولكن شي: إذا لقيتوا الكاكاو شوي قليل فيكن تضيفوا معلقة تانية، وإنما أنا اكتفيت ب3 معالق. هلأ رح نبلش بتشكيلة لحبات السابلة. بتحبوا هلأ آه، تحطوها بالبراد لتاني يوم، بس لازم قبل ما تشتغلوا فيها تطلعوها قبل بساعة. وفيكم تشتغلوا فيها مباشرة، يعني ما في داعي ترتاح هاي العجينة. مجرد ما خلصنا فينا نشتغل فيها. ورح نفردها تقريبا بسماكة نص سنتي مثل ما شايفين بهالطريقة هاي. ما بيأثر إذا الأطراف شققت معنا، لأنه نحن حنقطعها بالقطاعة. بس المهم تكون السماكة وحدة حتى لما بنحطها بالفرن
بتعطينا نفس النتيجة كل الحبات. هلأ بلشنا نقطّعن، والتقطيع حسب الرغبة، يعني شو عندكن قطّاعات، شو بتحبّوا انتو تعملوهن، هاي بتتبع للذوق. أنا عملت الحقيقة يعني كذا شي، حتى يعني للكاكاو شي وللسادة شي تاني. بهالطريقة هاي رح نحطّن بصينية الخبز ونخبزن، تقريبًا بياخدوا معنا وقت من 10 ل12 دقيقة ما أكتر، حسب حرارة الفرن. هلأ رح نعمل حبّات السابلي اللي بالكاكاو، ولازم نحط عليهم طحين، وما تخافوا من الطحين رح يختفى ونحن عم نفردها، يعني ما رح يضل. بهالطريقة هاي. الحقيقة السابليه من الحلويات هيك ناعمة وطرية وبتدوب بالتم ذوبان، فأنا كتير بحبها وبحب إنه هيك يا ريت تجربوها. شايفين أنا كيف عملتن، يعني بالطريقة اللي انتو بتحبوها. وهلأ بعد ما خبزتن راح بستنى شوي ليبردوا، وبعدين ببلش بزينن، أو إذا بتحبوا تخلوهم سادة كمان بصير. هلأ أنا عندي مربى مشمش، راح أعملهم بهالطريقة هاي، وعندي شوكولا سايحة. طبعا هاي الزينة كمان يعني حسب الذوق. حطيت هون شوكولا بدال المربى. مثل ما قلت لكم، يعني هاي الزينة والتقطيع والقصص هاي كيف نحن بنحب فينا نعمل الطريقة اللي بتعجبنا، يعني هي الأساس هو العيارات والشغل. بس أنا حبيت أشوفكن هيك كام حبة عملتن معكن. وراح نحطن على ورق زبدة مثل ما شايفين لبين ما يبردوا، وبعدين بنحطن بصحن التقديم. هون أنا حطيت شوكولا بيضة، وحطيت فوق الشوكولا البيضة فرماسيلي. يعني التزيين هذا بيرجع لذوقكن ولا شو انتو بتحبوا. حبيت أعمل هيك كمان شوي حركة على هدول. وهلأ هاي النتيجة النهائية. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك. أنا معكم بسينة منصور، وصحتين وهنا.